أنا اسمي وليد، شاب عادي من شبرا. كنت دايما بسمع عن حكايات الرعب والجن والمس، بس عمري ما صدقت لحد الليلة دي. الليلة اللي دخلت فيها أنا وصاحبي رامي مكان اسمه بوابة الشيطان، واللي الناس كلها كانت بتتكلم عنه كأنه أسطورة. المكان ده موجود في أطراف مدينة اسمها الصف في محافظة الجيزة، في منطقة شبه مهجورة ما فيهاش غير بيت قديم متهالك. حوالين البيت سور حجري مكسر، وفوق باب السور محفور رمز غريب شبه النجمة بس مقلوبة. الناس في المنطقة دي بيقولوا إن المكان ده كان زمان بتاع ساحر، والساحر ده اختفى في ظروف غامضة ومحدش رجع شافه من يومها. أنا ورامي كنا بنصور فيديوهات رعب لليوتيوب، ودايما بندور على أماكن مرعبة بجد. ولما عرفنا عن بوابة الشيطان قلنا خلاص هي دي هتبقى ضربة القناة. وصلنا بالليل حوالي الساعة 2. الأمر كان محجوب والدنيا ضلمة خالص غير نور كشافنا. أول ما دخلنا من السور حسينا بحاجة غريبة، برد غريب كأننا دخلنا تلاجة، وريحة بخور محروق مع عفن قديم. رامي قال لي: حاسس بإيه؟ في حاجة غلط يا وليد، المكان ده مش طبيعي. قلت له: إحنا هنا خلاص، نصور الفيديو بسرعة ونمشي. بدأنا نصور، وكل ما نيجي نفتح الكاميرا الكشاف يطفي لوحده، ولما نرجع نولعه نلاقي الكاميرا مش مسجلة أو فيها تشويش. دخلنا جوه البيت. البيت واسع وملوش ملامح، كله تراب، حيطانه متشرخة، والسقف بيتهز كل شوية كأنه هيقع. وفجأة سمعنا صوت درج بيتفتح لوحده. طلعنا نجري ناحية الصوت، لقينا أوضة مقفولة، بس الغريب الباب بيتفتح لوحده قدام عينينا ببطء، وزي ما يكون بيقول لنا اتفضلوا. دخلنا ولقينا حيطان الأوضة كلها متغطية برموز غريبة مرسومة بالدم، وفي وسط الأوضة كان في دايرة معمول فيها رموز، وعلى أطراف الدايرة شموع مطفية، وجوه الدايرة عروسة قماش ومطرقة حديد. وأول ما بصيت للعروسة حسيت إني مش قادر أحرك جسمي. صوت في ودني قال لي: دخلتم ومفيش خروج. رامي وقع على الأرض وبدأ يتشنج، وأنا كنت واقف متسمر مش قادر أصرخ ولا أتحرك. وشفت بعيني ظل طويل بيخرج من جوه الحيطة، كان ملوش ملامح بس له صوت. الصوت ده كان بيضحك ضحكة تقطع القلب. ولما حاولت أبصله الدنيا كلها اسودت، وآخر حاجة سمعتها كانت صرخة رامي. صحيت بعدها في المستشفى، والدكاترة بيقولوا لي إني كنت مرمي في الشارع، والناس لقوني بحالة هستيرية بضحك بصوت عالي ومش بقول غير جملة واحدة: البوابة اتفتحت واللي طلع مش هيرجع. رامي مختفي لحد النهاردة، والكاميرا لما رجعت البيت وبصيت فيها كانت فاضية، بس كل يوم وأنا نايم بسمع صوت الضحكة، والعروسة ظهرت في شنطتي من غير ما أعرف إزاي جت. عدى ما رجعت من المستشفى كنت فاكر إني اتجننت، بس الحقيقة لأ، أنا كنت لسه في بداية الكابوس. كل ليلة نفس الحلم، نفس الضحكة، نفس الوش اللي مش ليه ملامح. بس اللي حصل بعد كده كان أكتر من كابوس. في يوم لقيت جرس الباب بيرن، فتحت، مفيش حد، بس في ظرف على الأرض جواه ورقة قديمة شكلها متقطع من كتاب، مرسوم فيها نفس الدايرة اللي شفتها في البيت، وتحتها مكتوب بخط أحمر مهزوز: المفتاح معاك والبوابة لسه مفتوحة. وأنا ماسك الورقة التليفون رن، رقم غريب. رديت وسمعت صوت رامي كان بيهمس: ما تخليش حد يقرأ الورقة، هما بيراقبوك، ارجع المكان هتلاقيني. كنت هتجنن، رامي لسه عايش ولا ده شبحه ولا دي لعبة شيطان بيستدرجني بيها؟ بس قلبي قال لي ارجع. وفعلا رجعت هناك، نفس الطريق، نفس البيت، بس المرة دي الباب كان مفتوح. دخلت وفضلت انادي: رامي انت هنا؟ وسمعت صوته جاي من القبو. نزلت السلم بحذر، كل درجة كنت بحس انها بتبلعني، والقبو ضلمة بس في آخره نور أحمر خافت. ولما قربت شفت رامي مربوط في الحيطان بسلاسل حديد، وشكله متبهدل وعينه سودة كأنها اتحرقت. قربت منه قال لي بصوت مرعوب: ارجع يا وليد، ده مش أنا، ده عامل شكلي، ده فخ.
قبل ما الحق أفهم الباب ورايا قفل لوحده، والنور الأحمر بقى أقوى، وظهر من ورا رامي كائن مش بني آدم، جسمه طويل ومش ثابت، كأنه دخان أسود بيتشكل، وعينه حمرة كأنها جمر. قال لي هو فتح البوابة وانت اللي هتكمل. كل حاجة حواليا بدأت تدور، وسمعت صرخات كتير، صرخات أطفال وستات ورجال.